السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. وقت ما يوصلكم الفيديو وصفتنا لنهار اليوم وصفه القلب اللوز ولا الشاميه، كل واحد كيفاش يقولها يعني بواحد الطريقه. قلب اللوز اكسبريس يعني فيت في ديري يعني 6 حبات قيس تاع داك النهار. تبعوا معايا الوصفه للاخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم اولا يعني نوجدوا الشربات. في كاسرونه نحط كاس هكا معمر تاع السكر، اللي تحب الحلاوه تزيد 4. يعني هنا راهي قيس يعني ماشي حلوه بزاف. نزيد عليها 2 كيسان تاع الماء، كاس تاع السكر، 2 كيسان تاع الماء. نزيد اون طرونش تاع السيترون هكذا صغيره، ونحطوه على النار يغلي مده 15 دقيقه. وكي يبدا يغلي نقصولو حتى يدير 15 دقيقه ونطفيو عليه. قبل ما نحطوه فوق النار لازم ندوب كامل هذاك السكر، نخلطوه مليح كامل حتى يدوب، ونخليوه غير يبدا يغلي نقصولو هكذا حتى تجوز 4 ساعة. هنا كي جازت 4 ساعة نضيف 4 كاس تاع الماء الزهر ونطفي عليه ونخليوها تبرد. هنا بالنسبة للسميد تاعي لازم تاع القلب اللوز يكون السميد الأسمر، يعني يجي لونه خمري، نصيبوه يعني بالميزان. وعندي هذا المول هذا تاع 30 سنتيمتر على 10 سنتيمتر كما يقولوا له المول الأسطوري. هنا كيفاش تعرفوا يعني شحال يرفد؟ هنا راني حندير 2 كيسان ونفرخهم ونشوفوا يعني نقيسوا بالاصبع تاعنا. اذا شتو يعني النص تاع الاصبع دخل يعني هذاك هو، لانه مع نزيدوا له السكر وكامل ويزيد يتشرب راح يزيد يعلى. شوفوا هنا قلت لكم هكذا لازم هذا يكون دخل. هنا نعاودوا نفرغوه هذاك السميد في الاناء ونكملوا يعني الوصفه تاعنا تاع قلب اللوز. هنا نحط قرصه تاع الملح، مغرفه مليحه تاع لافاني، ونخلط كامل النواشف. من بعد راح نوجد الخليط تاع السوائل. عندي كاس تاع السكر، عندي كاس موان دو دوا ولا ناقص أسبوعين تاع الماء. أنا هنا درت خليط نص ماء ونص ماء زهر، و4 كاس تاع الزيت. واللي عندها ليكستري تاع الماء زهر ديرو، انا هنا يعني ما عنديش ما درتوش. نميكسيهم كامل هكذا نضربهم مليح حتى يعني هذاك الزيت تشوفوه كامل ما ولاش يبان. ومن الحركه هذه منين داك نشوفوا السكر داب، الا حسيتوه مازال محبب نزيدو نعاودو نميكسيوه حتى نتاكدوا بلي السكر داب تماما. من بعد نفرغ هذاك الخليط على السميد ونبقى نخلط فيه هكذا بهذه الطريقه هذه حتى نشوفوا كامل الحبيبات تاع السميد تشمخت خلاص. في هذه المرحله هذه لازم يعني نخليوه يزيد يتشرب شويه، نغطيوه حوالي من 8 حتى 10 دقائق ونعاودو نوليو ليه. هنا بعد ما تشرب ناخذ الاناء تاع المول تاعي. انا هنا موالفه نطيب به ما يسيلش. اذا كنتو خايفين يسيل قطعوا دي بتي مورسو تاع بابي كويسون ولا ورق الطهي وكشعوا البوشي ودوك تسقابي منا ومنا. حطوا واحده ورقه صغيره في الاطراف، الطرف اللي منا واللي منا، ونحط الخليط تاعي. انا هذا موالفه نطيب به يعني عادي ما يسيلش، لكن يعني قلت لكم كنصيحه فقط باش ما تخرج لكمش كامله ديك الشربات. هنا بهذه الطريقه هذه نسوي الوجه تاعو. شوفوا يعني حركه خفيفه فقط. من بعد ناخذ السكين ونقطع، نحاولوا يعني نساويوهم 6 قطع متساويه. نقطعوهم غير من الفوق، يعني ما نوصلوش السكين تاعنا حتى اسفل الصينيه ولا اسفل المول، لا نعلموهم فقط من الفوق. من بعد نزينوهم بحبيبه تاع اللوز ولا كاوكاو، يعني الحاجه اللي متوفره عندكم. ونكونوا يعني بجهه نكونوا ذوبنا شويه تاع السمن. كي نكمل ندهن هذاك الوجه كامل بالسمن، ندهنه كامل مليح.
صدقوني يا البنات هاد القلب اللوز والله يجي احسن تاع المحلات، يجي بزاف بنين يعني واكسبريس تمتم توجدوه. هنا نكونوا شعلنا الفرن تاعنا على 180 درجة، نحطوه في الرف الفوقاني، نشعلو من التحت ونحطوه الفوق حتى نشوفوا هاد الاطراف ولاو ماغون، ماشي غير تشوفوهم حمار وخلاص، لازم يولوا ماغون. من بعد ما يولوا ماغون الاطراف نروحوا نشعلوا له من الفوق ونحبطوه هذا للتحت. هاو في الاخير كيفاش تحمرنا القلب اللوز، شوفوا ما شاء الله اللون يعني جاء ما شاء الله. مباشرة نروحوا نشربوه بهذيك الشربات اللي تكون يعني تكون لازم باردة، نشربوه كامل بهذيك الكمية، يعني ماشي تشوفوه زعما تعمر بالشربات خلاص تقولوا ما نزيدوش، لا لازم نفرغوها كامل. انا هنا نفرخها كامل، من بعد ناخدو سكين نحاولوا كي شغل نعاونوها باش ندخلو هذيك الشربات كامل للداخل، نعاودو نقطعوه، نحاولوا نعاودو نقطعو كيما كان مقطع من الاول، يعني علمناهم فقط، لكن الان نقطعو نغطيوه ونردوه في الفور مادام راهو سخون، يعني حتى غد من داك الصباح انا طيبته في الليل تالمون ساهل يعني تمتم يوجد. شوفوا ما شاء الله نحط يدي كيفاش رطب ومعسل، شوف هذيك التشققات كامل راحوا. هن قطعت يعني ما حبوش يستناو دراري، الحبيبات الاولين ديجا راحوا، نقطع لكم حبه وتشوفوها، شوفوا ما شاء الله كيفاش جا معسل وجا محمر، صدقوني والله العظيم غير بنا ما شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم في هذا رمضان، يعني تاع فيت فيت اكسبريس، وماشي بزاف ساعات نديرو بزاف ويبقى هكذاك، ست حبيبات نكملهم يعني في نهارهم، وكي تالمون ساهل يعني تمتم تقدري تعاودي توجديه. شوفوا ما شاء الله نوري لكم القوام تاعو، شوفوا ما شاء الله يعني الصورة راهي تهدر على روحها، جاء معسل حتى للقلب، والبنة تاعو ما نحكي لكمش. وكما نقولوا احنا نحبوا يعني حاجة سهلة واكسبريس، خاصة مع شهر رمضان الكريم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم، خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.